أنا يعني أستأذنكم بأخذ مداخلة من سعادة طبعا اللواء محمد بن داخل عضو شرف نادي الاتحاد. مساك الله بالخير. اهلا وسهلا، مساك الله بالخير. يعني في البداية أستاذ محمد، يعني هارد لك خروجكم من بطولة جدا مهمة تحمل يعني مسمى يعني غالي على الجميع، مسمى طبعا كأس سمو سيدي ولي العهد. ربما أكثر المتشائمين في يعني الاتحادين لم يكن يتوقع خروج الاتحاد هذا اليوم. إلى ماذا تعزو خروج نادي أو فريق الاتحاد؟ هل هي أمور فنية أم أمور إدارية؟ والله شوف، الحقيقة أولا زي ما تفضلت هذه بطولة غالية علينا جميعا، أنا اعتقدت أن الاتحاد كان من ممكن يحصل على هذه البطولة، خاصة وأنه الوصول النهائي قد يكون ممهد، ليس تقليلا من الأندية اللي نقابلها، لكن الاتحاد هو الأفضل بينها. نعم. لكن اللي حصل اليوم أنه احنا نزلنا والاتحادين وكأنه الفوز في أيديهم. كانت هناك أخطاء طبعا، أنا أقول أخطاء فنية وأخطاء إدارية مجتمعة. وزي ما دائما الفوز يعني يكون الجميع مسؤولين عنه، والجميع يعني يكون هم المسؤولين عن الفوز، ايضا الخساره نفس الشيء يكون الجميع يتحملها. انما اللي اليوم انا شفته طبعا كانت هناك اخطاء فنيه، كانت هناك اخطاء من المدرب، في اللعيبه لياقيا لم يكون على مستواهم، اللعيبه الاجانب ليس على المستوى، وشفنا مشاده بين اللاعبين على الملأ. هذه كلها اسباب طبعا. اعتقد انها كانت باينه وواضحه انه الاتحاد يعني ليس يعني مؤهل لأن يفوز. جميل. هذه كلها أخطاء مجتمعة واضحة تماما أن الاتحاد لم يكن في يوم اليوم. نعم. وأعتقد أن هناك أسباب عديدة يمكن المسؤولين عن النادي القريبين منها هم أبحث فيها. طيب جميل. أنت يعني أمامك تلفاز الآن أستاذ محمد؟ لا والله أنا بعيد عن التلفاز. طيب عموما يعني إحنا رايحين نستعرض لقطة. أنت تحدثت أنه حتى أثناء المباراة كان هناك مشادات بين اللاعبين. طبعا تتحدث أنت عن الكابتن محمد نور والمحترف باولو جورج. نعم. نونو أسيس عفوا. هل يعني من وجهة نظرك أنه يعني الأمور الإدارية، أن المسألة تعدت الأمور الفنية، أنه حتى على نفسيات اللاعبين يعني لم تكن النفسية يعني الحالة النفسية حاضرة؟ نعم بدون شك. اللعيبة لما يكون في هذا المستوى، لعيبة على مستوى عالي، ولعيبة يعني لهم مكانتهم ولهم باعهم في الملاعب، هم قدوة للنشء، قدوة للجميع، يجب أن يكونوا يعني يتحملوا، يجب أن يتساعدوا في الملعب، يعني لأنه أهم شيء هو مصلحة النادي. يعني أنت ما عندك وقت عشان تتفاهم، حتى ولو هناك خلاف، حتى ولو هناك مثلا حصل إشكالية، حتى ولو لاعب ما باص لاعب، حتى ولو لاعب ضيع هدف، يعني هذه كلها لازم تكون على جنب ويتفاهم عليها فيما بعد. إنما في نفس اللحظة، في نفس الوقت اللي أنت تحتاج إلى أن يكون اللعب جماعي، ويحتاج أنه يكون معنوية عالية، ويحصل أشياء زي هذا أعتقد أنها ما هي مناسبة، ويجب أن يعني توضع عند حدها يعني هذا يعني المشهد ربما تكرر أيضا في مباراة سابقة عندما تم تبديل الكابتن محمد نور وأيضا الكابتن نايف هزازي. يعني هل تعتقد أنه لا يوجد هناك ضبط يعني إداري على اللاعبين بشكل حازم؟ والله هو الأصول يكون فيه يعني حزم في هذه المواضيع، وأن يكون في هناك قوانين، وأن يكون في هناك يعني في النادي يعني اللعيبة يعني يفهمون في الأخطاء هذه اللي تحصل، وأن يكون هناك عقوبة لمثل هذا، لأنه الحقيقة هذا شيء ما هو مطلوب. اللاعب يعني هو لاعب، هو يجب أن يتحمل كل ما أخطأ منه، وإذا كان يعني استبدل ما يزعل، لأنه شيء عادي طبيعي أن اللاعب استبدل، وقد يكون في أشياء نواحي فنية، وقد يكون في تكتيك، فهي شيء طبيعي أن اللاعب يتبدل حتى لو كان أحسن لاعب. ما في مشكلة، يعني يجب أن يتقبلها اللعيبة، ويجب أن يتفهموا في الموضوع هذا، يعني يفهموه تماما. يعني من تضع طيب يعني لو سألتك إنه من تضع يعني الشخص اللي المفترض يعني يكون مسؤول عن مسألة هذه الأمور، سواء الانفلات اللاعبين داخل الملعب أو حتى خارج الملعب، هل هو يعني مدير الكرة؟ بدون شك هو هذا أحد مسؤولياته، هذه أحد الأهداف اللي يسعى النادي لما يوضع واحد في هذه المسؤولية. من أهدافه ومن الأشياء المطلوبة منه ان الاشياء اللي هذه ما تحصل ابدا، وان اذا حصلت ما تحصل ثاني، يعني دائما هذه مسؤوليته طبعا.
مو بس نادي الاتحاد، في أي نادي هذه من أحد المهام المطلوبة منه طبعا. احتواء اللاعبين. نعم، احتواء اللاعبين هذه نقطة مهمة جدا. نعم. ويعني خلفها دائما وتبعاتها سيئة في النادي. نعم. وأنا أعتقد أن هذا يعني يعمم على جميع الأندية ليس نادي الاتحاد فقط. الحديث أيضا عن كرسي الرئاسة في نادي الاتحاد، يعني المسألة اقتربت على طوي صفحة رئاسة الأستاذ إبراهيم علوان، هل تنوي ترشيح نفسك؟ نعم، أنا مستعد إن شاء الله، لأني أنا يهمني خدمة الاتحاد، وأني أعتقد أنا أني قد المسؤولية وأستطيع أن أخدم نادي الاتحاد وأعمل شيء. هذا ما يعني إحساسي الشخصي، ولكن على أي حال الاتحاديين هم من يحددون هذا الموضوع مستقبلا. يعني إذا كان يبدو أنك محضر ملفك جاهز، يعني ممكن تذكر لنا على الأقل مثلا الأسماء، أسماء أعضاء مجلس الإدارة اللي تنوي الدخول معهم في مجلس الإدارة القادم، ومسألة أيضا الأمور المادية إذا كان لديكم رصد ميزانية معينة. لا، أنا لن أسبق الأحداث، لكن أنا أستطيع أن أقول لك أن فعلا الأسماء موجودة عندي والملف جاهز، وجميع الأشياء التي تتعلق في هذا المنصب يعني منتهية. ولكن على أي حال أنا ما أستطيع أني الآن يعني أفصح عن الأسماء ولا أفصح عن خطتي، لأنه ما أبغى أسبق الأحداث. تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالضبط متى سوف يكون؟ والله ما أعلم، هذا يكون عند المهندس علوان، هو المسؤول عن الموضوع هذا. إذن سعادة اللواء محمد بن داخل، عضو شرف نادي الاتحاد، شكرا جزيلا.